عمرو البحيري هو المواطن المصري اللي تم القبض عليه يوم 25 فبراير في أحداث مجلس الوزراء الأولى، في الاعتصام الأول عند مجلس الوزراء لإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق. وعمرو البحيري هو يعني إنجاز التعبير هو ملهم حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ولولا ما كانتش الحركة دي تأسست، ولولا يمكن ما كناش عرفنا انه في آلاف من المصريين بيتحاكموا عسكريا وموجودين في السجون الحربية. عمرو اتحكم عليه ب5 سنين سجن، واترفض الطعن المقدم على الحكم، وفي جلسة تخصه يوم الثلاث اللي جاي 10 يناير، وفي بكرة وقفة ومسيرة للتضامن معاه من ميدان التحرير لدار القضاء العالي. لكن بالمناسبة دي خلونا نفتكر قصة عمرو البحيري من طقطق لسلام عليكم. لما والدته راحت توصل له اكل، او حد من قرايبه راح يوصل له اكل ولبس، اكتشفوا ان هو اتحاكم بالفعل، واتوجه له تهمه كسر حظر تجول والتعدي على ضابط، واتحكم عليه ب5 سنين سجن. جه العميد اللي هو بيأمن مجلس الوزراء اللي ماسك منطقه التأمين هناك، ودخل فبيقول هم دول اللي قبضتوه؟ قالوا له احنا اللي قبضناهم. فبيقول مين فيكم اللي كان معاه الطبنجه؟ قلت له ما فيش حد فينا كان معاه طبنجه. فحد التاني قال له لا احنا لقيناها مع الشاب التاني اللي هو بيقصد بيه عمرو. يعني طبعا عمرو ما كانش معاه اي